نصايح من ذهب هتغير حياتك. ايوه زي ما سمعتيني كده، هتغير حياتك يا جميله. نصايح يمكن اول مره تسمعيها في حياتك. اي واحده في الدنيا بتبقى محتاجه ان يكون ليها صاحب، ليها صديق، ليها سند، حد يكون داعم ليها، حد يوجهها للطريق الصح. لا اعملي كذا، لا ما تعمليش كذا، لا انتي صح في كذا، لا ظبطي كذا، لا اعملي كذا. اي واحده في الدنيا بتحتاج حد يديها نصايح عشان تعرف تعيش حياتها صح وتعيش. السلام عليكم، معكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني بسرعة اشترك وتابعيني. بإذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن أول نصيحة معانا النهاردة: لا تبني سعادتك على أحد. يعني إيه؟ مش حد قال لي كلمة حلوة أنا سعيدة ومبسوطة، حد قال لي كلمة وحشة أنا متنكدة وزعلانة ومتضايقة ومش طايقة نفسي ولا طايقة الدنيا. بصي هقولك على حاجة، يعني تحزني ماشي وتزعلي، يعني هو لو ما كانش الكلام فعلا يزعل ما كانش ربنا قال فلا يحزنك قولهم. هو فعلا الكلام بيزعل، بس زعلنا يبقى ايه؟ ساعة 2 3 يا ست الكل، بس مش تبقى يوم 2 3 منكدة. تمام؟ تمام. انما ما توقفيش سعادتك على حد. مش مثلا مستنيه حد يقول لي كلمه عشان ابقى مبسوطه وسعيده، مستنيه حد يعمل لي، يجيب لي، يعمل لي، يوديني، يخرجني، لا، ني دي ما بتعملش حاجه. السعاده ده قرار نابع من جواكي، مش حاجه هتبسطني وحاجه تسعدني. انا قررت النهارده هكون سعيده ومبسوطه، خلاص مهما يحصل انا مش في دماغي حاجه. تمام؟ عايشين ربنا راضي عنك وانتي راضية عن نفسك، انسي اي حاجة تاني. تمام؟ وكنت عاملة حلقة عن ازاي اكون سعيدة واستمتع، هتظهر قدامكم الحلقة دلوقتي، اسمعيها وتستفادي اكتر في النقطة دي. النصيحة التانية معانا النهاردة: دايما خليكي ليكي اصدقاء، ومش اي اصدقاء، اصدقاء اوفياء. مش صديقة تبقى قدامك بكلام ومن وراك بكلام تاني خالص، دي مش صديقة، دي مش صداقة حقيقية ابدا. لا، الباحثون والدراسات العلمية اثبتت ان الانسان يبقى مبسوط وسعيد. اكتر حاجة تبسط الانسان في الدنيا مش الفلوس ولا المال ولا اي حاجة، لا، اكتر حاجة تبسطه في الدنيا وجود اصدقاء، ان هي عندها علاقات صداقة حقيقية، بس صداقة حقيقية، حد واثقة فيه، حد تأمنيها على سرك. تمام؟ مش اي حد تعتبريه صديقة، مش اي واحدة تعتبريها صديقة وصديقة مقربة، لا، مش اي حد. لازم تنتقيها من وسط مليون، تظبطي نفسك كده وتركزي كده، ينفع دي تكون صديقة ليا ولا ما تنفعش؟ هتأمن على سري وأمنها على سرها ولا مش هتأمني؟ تمام؟ يبقى لازم نفهم النقطة دي جيد. وصلت معايا بالفيديو لحد اللحظة دي، اوعي تنسي اللايك. تالت نصيحة معانا النهاردة: اخفض سقف توقعاتك للجميع يا جميلة. تمام؟ يعني انتظري اي حاجة من اي حد، من اي حد في الدنيا. انتظري اي حاجة عشان لما اي حاجة تحصل طب عادي، طب ما انا اصلا منتظر اي حاجة من اي حد، لا هتزعلي ولا هتتأثري ولا هتحطي في نفسك ولا اي حاجة خالص. هتبقى عايشة ورايقة لان انتي عارفة حصل من دي كذا، طب عادي، انا متوقع اي حاجة تحصل من اي حد، عشان لما تحصل حاجة مش عاجباكي ما تبقيش الصدمة عليكي كبيرة. ما تتصدميش قوي كده، ما تتصدميش ليه؟ ما انا اصلا يعني ايه، مهيئة نفسي لأي حاجة. تمام؟ من الآخر كده يعني. كنت عاملة حلقة عن حاجة واحدة بس هتغير نفسيتك لو مشيتي بيها في حياتك، برضه هيظهر قدامك الفيديو، اسمعيه وهتستفادي أكتر في النقطة دي. تمام؟ النصيحة الرابعة معانا النهاردة: هذا الوقت سوف يمضي. يعني ايه بقى؟ يعني الوقت اللي انت فيه ده مريتي بمصاعب الدنيا وحاجة صعبة كده في حياتك وحاسة ان دي نهاية الدنيا، لا مش نهاية الدنيا، حاجة وهتاخد وقتها وهتعدي وهترجع لطبيعتك. يبقى اي حاجة بتاخد وقتها وبتعدي، يبقى الوقت اللي انت فيه ده هيعدي. حاسة ان نهاية الدنيا، لا مش نهاية الدنيا ولا حاجة، وهيعدي وهيبقى ماضي وهتعتبريه ذكريات خلاص. خامس نصيحة معانا النهاردة اللي هي ايه بقى: لا نستطيع ان نغير الماضي. اما ليه؟ يعني الماضي حاجة حصلت وخلاص، حاجة انتهت، سواء حلو او وحش، هي حاجة خلصت وانتهت وعدت وحصلت. تمام؟ فمش هينفع بقى ان انت تغيري حاجة في الماضي. بس نعمل ايه بقى؟ بس لازم ان تبقى واخدة الدرس، لازم ان تتعلمي الدرس. اهم حاجة تتعلمي من اخطائك،
تغلطي الغلط، يعني مش عيب انك تغلطي، لكن العيب انك تعيدي نفس الغلط تاني. تمام؟ لازم تركزي ان انت تتعلمي من اخطائك. سادس نصيحة معانا النهاردة، انه لا شيء يدوم للابد. يعني المال، يعني حتى الالم، حتى المرض، حتى التعب، حتى اي حاجة في الدنيا بتاخد وقتها وبتعدي. كل حاجة بتاخد وقتها وبتعدي. بالنسبة للمال، تعمل حسابك لليوم اللي هيجي فيه. اما في الفلوس او حاجة، لا، تبقى انت عاملة حسابك لليوم ده. مش لا شيء يدوم للابد. الثابت الوحيد في الحياة هو التغير. الثابت الوحيد اللي هو التغير. يعني يعني كل حاجة في الدنيا، يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها. ربنا بيقول في القرآن: وكل يوم هو في شأن. تمام؟ يا رب يكون عجبك الفيديو. لو عجبك ما تنسينيش من شير ولايك، واكيد مشتركة معانا في مملكتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.